اتجوزتي في سن صغير قوي وحصل انفصال، قولي لي حاجات اتعلمتيها من التجربه دي وايه الريد فلاج اللي تشوفيه تخلعي فورا. ماشي، انا ما اتجوزتش سن صغير، مش صغيره يعني، في ناس اتجوزت اصغر مني بكتير. اتعلمت ايه من التجربه؟ لا قلت كده هو انا ما اتعلمتش حاجه يعني. والله وقعت في حاجات اوحش بكتير، لان التجربه ما كانتش وحشه، هو كان نصيب بس ان احنا ما كناش متفاهمين. ممكن يكون ان انا مش عايزه اعيد التجربه تاني، مع ان في ناس كتير بتقول انا مش عايزه اتجوز. لا ده مش حقيقي، عايزه اتجوز بس مش عايزه اعيد التجربه دي تاني غير لما احس ان في حاجات كتيره شبه بعض. اللي قبل كده ما كناش شبه بعض خالص، لكن ما عنديش اي مشكله في التجربه اللي قبل كده يعني. كان ايه المواصفات اللي كانت قبل وبقت بعد؟ يعني اما اجي افكر في حد يكون مواصفاته كده دلوقتي. بص انا شخص رومانسيه جدا، فبقعد اقول اهم حاجه رومانسي يضحكني، مش مهم نتفرج على افلام رومانسيه ونتفرج على مسرحيات كوميدي. اهم حاجه لازم يبقى مسؤول ويعرف يحتوي الشخص. انا شخصيه مسؤوله جدا، زمان ما كنتش مسؤوله، دلوقتي بقيت مسؤوله، فلازم يبقى شخص مسؤول انا عارفه اعتمد عليه ويبقى بيحتوي. انا مش محتاجه منك حاجه، بس احكي موقف احس ان انت موجود وبتسبورت وعارف تقول لي حلول، ومش اللي هو طيب ماشي يا حبيبتي ماشي ايه ما اكلم نفسي. طيب فمسؤول، وان هو يكون كده ويكون لا انا بحب الرومانسيه. انا اسفه محتاجه اتدلع. اعمل ايه؟ انا شخص بحب الدلع فيدلعني، انا بحب الدلع جدا. عايزه شكله يبقى عامل ازاي؟ طويل قصير تخين رفيع بدقن من غير دقن؟ يعني بص ما عنديش مشكله في اي حاجه، بس بحب الولد اللي بدقن ما يبقاش اقصر مني، انا قصيره اصلا فمش ناقصه، ونلبس هيلز، نعرف نلبس هيلز يعني. ولا مش بيفرق لي قوي الشكل. ممكن تتجوزي حد اصلع؟ هو فاكر ان انا قلت ما بحبش الناس ما بحبش القرع قوي، بس يعني يعني عادي، حاسه ان عادي. بس هقول لك على حاجه، دي ناس يعني دايما الولاد اللي بتقولها ان هو البنت لازم طريقه جسمها انا بحب الولد اللي جسمه حلو يعني. الفت العضلات يعني؟ مش عضلات، لا اللي هم الكتير اللي في الجيم دول ببقى عايزه اللي هو كفايه. ليه عشان ايه؟ هنوصل ليه؟ لكن يبقى فت يعني، مش لازم يبقى شخص فورمه بس جسمه فت، مش كده. بس في نفس الوقت هل انا حبيت قبل كده ناس تخان؟ يعني ملهاش علاقه، بس بالواحد بيأمل. مش